إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته تسليمًا مزيدًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الساعة الطيبة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله ومدده وقوته نعيش أيها الأحبة حول صور من محبة السلف الصالح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث عن أعظم رجل وطئت قدماه الأرض، إنه الحديث عن حبيب الحق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إنه الحديث عن صحابته، عن التابعين، عن تابعيهم، عن سلف هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه هي القرون الخيرية، قرون الصحابة والتابعين وتابعيهم. هؤلاء الذين فهموا الدين أعظم فهم، وصحابته ترجموه إلى واقع عملي، وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرون ذلك وهو بين أظهرهم. لذا كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأغزرها علما، وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعرفه؟ هل تعرف هذا الرجل الذي ولد بل مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ولد يتيما وماتت أمه بعد سنوات قليلة، وتكفل به جده، ثم مات فتكفل به عمه. ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أم المؤمنين خديجة وسائر أمهات المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء شديدا، وكان عمه يحوطه ويحميه من أذى المشركين. مات أيضا، ومات كل أولاده في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده ب6 شهور.
لاقى ألوان البلاء فصبر صلى الله عليه وسلم ورضي بقضاء الله. ألقي عليه سل الجزور، خنقه أحد المشركين فصبر صلى الله عليه وسلم. كان يستقبل الوفود، يبلغ رسالة ربه، يحمل هم هذه الأمة، يدعو الله جل وعلا، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه دما صلوات الله وسلامه عليه، يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه. كان صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في الخلال الحميدة والصفات العظيمة، ولم لا؟ وهو الذي زكاه ربه جل وعلا، زكاه ربه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. نعته بالرسالة فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناداه بالنبوة فقال يا أيها النبي. شرفه بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما من صفة جليلة ولا خلق حميد إلا تحلى به، بل كان له منه أوفر الحظ وأعظم النصيب صلوات الله وسلامه عليه. قال أما إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأشدكم خشية له. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر والرضا. كان يبيت طاويا صلى الله عليه وسلم، بل ربما ربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، وما تأفف وما تدجر. بل لما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذات يوم هل عندكم من شيء في صباح اليوم، في فطور نفطر، طعام نأكل في الصباح؟ قالت لا، بيت أفضل الخلق، بيت سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم يخلو من الطعام، فيسأل زوجة فتقول لا ما عندنا شيء. تنتهي الأزمة المادية، تنتهي هذه الأزمة الاقتصادية إلى عبودية. قال إذن إني صائم. وهكذا عالج الأمر صلى الله عليه وسلم. كان قد ضرب أروع الأمثلة في التواضع وحسن الخلق. تأتيه الجارية وهو يمشي في سكك المدينة تمسك بيده، في بعض الروايات في عقلها شيء، كان عندها جنون في عقلها، ويمشي معها، ما قهرها ولا نهرها، ويمشي معها، وهو أعظم رجل عرفته الدنيا. هذا أفضل شخصية عند رب العزة في البشر رسول الله. وهكذا كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، وكسرى وقيصر ينعمان في ألوان النعيم في القصور وسط الخدم والحشم. هذا رسول الله، هذا قدوتي وقدوتك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من نقصت محبته له نقص من إيمانه بقدر نقصان هذه المحبة، بل لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تستطعم طعمه إذا لم يكن حبه تملك قلبك. قال صلى الله عليه وسلم
3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 3 خصال اللي توجد فيه هو ده اللي يستطعم يتلذذ بحلاوة الإيمان. منها أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، أن تحبه أكثر من أمك وأبيك، أن تحبه أكثر من شيخك ومعلمك، أكثر من زوجك وولدك، بل يجب أن تحبه أكثر من نفسك التي بين جنبيك، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهل هكذا حبه في قلوبنا؟ نحبه أكثر من آبائنا؟ نحبه أكثر من أبنائنا؟ فنغار على هديه ونستن بسنته ونتشبه بأخلاقه ونقتدي به في حياتنا ونقدم هديه على كل هدي وقوله على كل قول ويكون هو القدوة؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. بل لقد قال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. صريح مع نفسه. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. لن تبلغ درجة الكمال الإيماني حتى تقدم محبتي على محبة نفسك. قال: الآن يا رسول الله، أي أنت الآن أحب إلي من نفسي. قد يستغرب بعض الناس حين يسمع هذه الأحاديث، يقول: يا سلام، هو كده احنا ليه يعني نحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكثر من أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا؟ نعم، وهذا هو الذي قد يضحي بوالده أو بأمه أو بنفسه. فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، لأنه صادق المحبة، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي حبا لي رجل يود لو رآني بأهله وماله، يود أن يطالع صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكحل عينيه بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فقد أمه وأباه، ولو فقد ولده وثروته التي عاش عمره يكثر ويجمع فيها. كل ده ليه يعني؟ ألم تسمع الخلال أو طرفا من صفاته وخلاله؟ هذا أحد الأسباب التي توجب محبته، بل تفرض علينا أن نقدم محبته على كل محبة علاوة على أمر آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وأما السبب في وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أكثر من أي شخص، إيه السبب إن احنا نحبه أكثر من غيره ونعظمه أكثر من غيره؟ قال: أنه أعظم سبب، بل هو السبب في أعظم الخير الدنيوي والأخروي الواصل إلينا. يعني الخير اللي بيصل إليك، أي خير يصل إليك، السبب العظيم في وصوله إليك هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو السبب في أن نكون مؤمنين، هو الذي حمل هذه الرسالة، هو الذي بلغ دين ربه، هو الذي صبر على الأذى، هو الذي لقى ما لقى وتحمل ما تحمل من أجل أن يصل إلينا الدين، دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني إيه الكلام ده؟ شيخ الإسلام يقول: يعني لا
سبيل لنا في الوصول إلى الله إلا من طريقه. كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طريقك إلى الجنة هو إيمانك به، طاعتك له. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شيخ الإسلام يقول فلا نجاة من عذاب الله ولا وصول إلى رحمة الله إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال الإيمان به، من خلال محبته، من خلال اتباعه، من خلال موالاته. عرفت لماذا نقدم حبه على كل حب؟ وأنت كلما قرأت عن صفاته وخلاله وتضحياته وبذله وعن شخصيته السامية وعن سيرته السامقة الضاربة في جذور الأرض واصلة إلى قمم السحاب، لعلمت أنك بإزاء شخصية لم يعرف التاريخ مثلها. لكن احنا ممكن نقرأ عن اللعيبة، عن الممثلين، عن المغنيين، ونحن جميعا ندعي ذلك ونقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا أهل تقصير. من منا حفظ كتابا في أذكار اليوم والليل؟ وانت بتحبه، اللي بيحبه وطيعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إيه اللي يميز بين حبي وحبك؟ ايه اللي يكشف الحب الزائف من الحب الصادق؟ الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال الحسن لقد امتحن الله قوما بهذه الآية، ادعوا المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية، آية الامتحان، آية المحنة. لو كنت محبا صادقا فين اتباعك؟ والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ليس في الهدي الظاهر فقط، لحية وقميص قصير، نعم هذا من الهدي وهذا من الدين، لكن في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في التعامل مع الأب والأم، في التعامل مع الزوجات، في التعامل مع الأبناء، في التعامل مع الكافر، في التعامل مع المسلم، في الخلوة، في الجلوة، في الحركة، في السكن، في كل شيء. هذا هو قدوتك، هو أسوتك، هو حبيبك. طب أنت بتحبه، قرأت عنه قد إيه؟ قرأت كتابا مختصرا حتى على الأقل في سيرته؟ قرأت روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم؟ قرأت الرحيق المختوم؟ قرأت سيرة ابن هشام؟ قرأت كتابا في سيرته؟ تعرفت عليه؟ جمعت أهل بيتك أو جمعت زملائك وأخوانك أو أحبابك على قراءة سنته؟ هل قرأت الأربعين النووية بشرحها؟ هل قرأت رياض الصالحين بشرحها؟ هل سمعتها من شيخ؟ هل طلبت من طلبة العلم في مسجدك أو في حيك أن يقرأوا سيرته، أن يقرأوا عليكم سنته؟ ابدأ بالأربعين النووية، ثم رياض الصالحين، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم البخاري ومسلم، ثم السنن الأربعة، الترمذي وابن ماجه، واقرأ أبا داود والنسائي إلى غير ذلك. إحنا على الأقل طب رياض الصالحين والأربعين النووية، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الخروج من المنزل، دخول المسجد، دخول السوق، أذكار اليوم والليلة، كتاب زي حصن المسلم، كتاب زي السيرة، كتاب زي الأربعين النووية أو رياض الصالحين. أي حاجة من دول شغلت نفسك بها لتتعرف عليه، لتعرف هديه، لتعرف سنته، لتعرف أخلاقه، لتعرف ما الذي بلغه، ما الذي حمله، ما الذي أوصله إلينا. أول الطريق إلى ذلك أن يمتلئ قلبك بحبه، وأن يمتلئ قلبك بتعظيمه. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه يعني تعظموه، وتوقروه تفخموه. لما بتسمع الشيخ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتسكت وتتأدب وتسمع لحديث الشيخ؟ يعني لما تسمع قال الله قال رسول الله بتتأدب وتسمع؟ السلف كانوا كده، هكذا كان حالهم.
كان ينبغي أن أبدأ بجيل الصحابة أولا، لكن لمناسبة هذه الجملة أقول لك تعال شوف الإمام مالك أحد الفقهاء الأربعة، أحد أئمة عظماء الإسلام من علماء هذه الأمة، كان إذا أراد أن يخرج للناس ليحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوته وتطيب بأجل الطيب، خرج في هيئة عظيمة جدا كأنه يتقدم لخطبة عروس، وتطهر توضأ وجلس في مجلس. فقيل له في ذلك أنت أما بتيجي تحدثنا أما بتقرأ الموطأ بنلاقيك كده يعني هندام ما فيش بعد كده حالة في أحسن ما يكون. قال أوقر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اتربى على كده. وبيقولوا له متى أخذت الحديث عن أيوب السختياني؟ متى كتبت عنه الحديث؟ بدأت تعده شيخا من شيوخك إمتى؟ تقول ده شيخ محترم معتبر عالم رباني محدث كبير يعمل بما يقول. اختبروا بإيه؟ قال حججت معه حجتين، كنت في موسم الحج أخرج ولم أكتب عنه شيئا، في السنتين دول ما كتبتش عنه حديثا واحدا. أمال بتعمل إيه؟ قال كنت أرمقه بعيني، قاعد أراقب تصرفاته وحركات الشيخ ده، غير أني كنت إذا سمعته يحدث ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه لما في قلبه من تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ كتبت عنه لما رأيت بكاءه ورأيت من إجلاله وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له في ذلك هو كمان كان بيعمل كده، يبكي ويتأثر، فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي. وأخذ يذكر عددا من مشايخه كجعفر بن محمد كأيوب السختياني وعددا، اللي يقول لك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، تأثر، بكى، جفت الدموع في عينيه. إنه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له بغلة لا يركبها في المدينة، يعني المسافة، وكان إمام دار الهجرة المحدث والفقيه بتاع المسجد النبوي بتاع المدينة، فكان في مسافة بين المنزل والمسجد فلا يركب البغلة. ذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء، ودي من الكتب اللي تعرف فيها خصال النبي. اقرأ الشمائل المحمدية للترمذي أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء للقاضي عياض في حقوق المصطفى. كل دي كتب متوفرة على النت وعلى المحمول وبتتباع. قال فكان مالك رحمه الله لا يركب بغلته. قيل له في ذلك ليه يعني؟ قال كيف أركب على بغلة تطأ أقدامها في تربة وأرض ضمت جسده الشريف بين جنباتها؟ كيف أركب بغلة تطأ على موضع أقدامه صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى دقيق ورعهم في الحب. كانوا لا يقرعون الصحابة باب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأظفار كده، حتى لا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت الآن ممكن الشيخ بيتكلم والله على المنبر وفي الجمعة اللي يتكلم لصاحبه فيها لغى، وبيسمع قال الله وقال الرسول، والشيخ قاعد عرقان وتعبان وقاعد يتهزر مع اللي جنبه. أين تعظيمك لله؟ أين تعظيمك لرسول الله؟ هو النبي فين صلى الله عليه وسلم؟ بقيت سنته، إن مات بقيت سنته. السلف كانوا كده لهم، كانوا يعدون رفع الصوت في مجلس حديث كرفع الصوت على رسول الله حيا صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين والله نتعلم الأدب في مجالس العلم مع رسول الله، مع سنته، مع كلام الله فوق ذلك، ومع القرآن الكريم، حتى يخرج جيلا يعظم ما عظم الله
ويحقر ما حقر الله. الحلقة الأخيرة في المسلسل والفيلم، بص النهائي بتاع الدوري، سكوت، محدش يشوش. طب الحديث يا جماعة، طب خطبة الجمعة، طب مجلس العلم، لا براحتك، هزر، اضحك، اقلش، اسخر. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي أحوال موجودة بيننا ولا لا؟ نحن نحتاج إلى أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه ذات يوم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه، اصفر ومتغير. قال ما بك يا ثوبان؟ قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي من وجع ولا ضر، لا مريض ولا عندي مرض ولا عندي ألم ولا حاجة صحية ولا، امال ايه اللي حصل لك ده؟ مالك اتغيرت ليه كده؟ قال غير أني كلما غبت عنك استوحشت وحشة شديدة واشتقت إلى لقائك فأتيتك. طب ده في الدنيا، ده اللي زعلك؟ لا، ما انا خلاص بعالج ده بايه؟ الوحشة ان انا باجي لك المسجد واشوفك املأ عيني بالنظر اليك فبسعد وهش وبش ونفسيتي تبقى حلوة ومزاجي كويس، لكنني اذكر الآخرة. فإذا كانت الآخرة فأنت نبي ترفع مع النبيين صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فإذا دخلت الجنة فأنا أدنى منزلة، أنا لست نبيا. فهل أراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلت الجنة، أنا شوف قاعد مهموم بإيه، مشغول بإيه، أنت في درجة أعلى، أنا لست نبي، أنت مع النبيين. طب وأنا أشوفك إزاي؟ هتحرم منك في الآخرة؟ أخوانا رؤية النبي أمر أنت شوف الواحد المحب الصادق فينا أما يكون له شيخ ولا أب ولا أم يموت أو تموت، والله أعرف رجلا من عامة الناس والله لم يذكر أمه تقريبا مرة أمامي إلا وذرفت عيونه بالدموع. مع إيه؟ مع بعد المدة، توفيت من سنوات، من شدة الارتباط والعلاقة والشوق. فنزل قول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللي يرفعك مع النبيين انك تطيع الله وتطيع الرسول. يقول لك فلان ملتزم، انت عارف يعني ايه ملتزم؟ يعني يطيع الله والرسول، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يعظم الله ويعظم رسوله، يعظم شرعه، مستمسك بالدين، ده ملتزم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هو ده الملتزم، وهو ده اللي به تدخل الجنة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بيسألوا عليا رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا، بل كان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. تعرف عمرو بن العاص في الشرك بقول أبغض شخصية إلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما أسلم بقول فوالله لم يكن أحد على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولئن سئلت عن صفته لما استطعت، لو حد قال لي وصف لنا شكل النبي ما اقدرش اوصفه. قال لا، طب ازاي؟ اللي بيحب واحد عارف ملامحه وتفاصيله، لا ده بقى ايه، مشارب بقى، ده حب من طريق اخر. قال لأنني لم أكن أملأ عيني من النظر إلى وجهه إجلالا له. شدة التعظيم والتوقير والحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف همل عيني قوي من النظر إليه. الصحابي يقول والله كان وجهه مش كالقمر، أحسن من القمر. ده الكلام ده لما شاف القمر قاعد يبص لوجه النبي ويبص للقمر، لا ايه ده، والله أحسن من القمر. وما مسست يدا ألين
من الديباج والحديد من يد النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف في صحيح مسلم أنس هيذكر لك مشهدا من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كان الحلاق إذا أتى يحلق شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم أطاف أصحابه من حوله. شفت حركة الناس حول الكعبة طائفين؟ أهو الصحابة كانوا ماشيين كده قاعدين يلفوا حول النبي والحلاق شغال قاعد إيه؟ يحلق له. ليه؟ بيقول لك حتى إذا تطاير تطاير شعر رأسه لم تسقط شعر على الأرض. إزاي؟ ده رسول الله. شوف الحب، شعرة ما تسقطش. ده الشعرة دي شعرة من؟ أغلى رجل علينا، أغلى شخصية في الدنيا. هم عارفين قيمة الشعرة. عبيدة السلماني أحد أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ده من التابعين، من الجيل اللي شاف الصحابة وما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي يذكر عنه بيقول ذكر له من قبل أنس إن في شعر كم شعرايه كده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز التبرك بأثار النبي. خلاص ما فيش أي أثر من أثاره عليه بينة أو وصل إلينا بطريق صحيح يمكن أن نثق فيه. لكن احنا بنتكلم في العصر ده لسه، ده في عصر الصحابة والتابعين، في شوية شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظين كده. فلما بيقولوا الكلام ده لعبيدة السلماني ما شافش النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، لكن ده اتربى على أيدي من؟ علي رضي الله عنه، على أيدي الصحابة. فبلغت محبتهم شأوا عظيما تحار فيه العقول. قال والله لأن تكون عندي شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل بيضاء وصفراء على ظهر الأرض. شعرة واحدة عندي أحب إلي من كل ذهب وفضة على وجه هذه البسيطة. قال الذهبي معلقا: وقوله هذا معيار كمال الحب. عاوز توزن درجة الحب الحقيقي؟ أنا بقول لكم الآن عندنا مجوهرات أغنى رجل على وجه الأرض هناك على بعد كيلو، وجنبها قارورة فيها شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا خلوهم يفرحوا به. شعرة واحدة أحب إلي من إيه؟ من كنوز أغنى رجل في الدنيا. أنت سأل نفسك، أنا فعلا وصلت المقام ده؟ يا أخوانا أنا إزاي هوصل للمقام ده وأنا ما أعرفش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقوني إحنا لا نعرف عنه إلا القليل، وإحنا بنتأثر وممكن نبكي. أنت بتسمع لك قصة حديثين هو اللي بتسمعهم طول السنة على المنابر. أنا بقول لك اقرأ سنته، اقرأ سيرته، اقرأ عن حياته. طبعا ده محتاج تقرأ القرآن الكريم في السياقات والمواطن التي ذكرته وذكرت أوصافه. محتاج تقرأ كتب السنة، كتب السيرة، كتب الشمائل، كتب الخصائص، كل دي بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف قدره. مش بقول لك اللي ما يعرفك يجهلك. هو أنت هتعظم ده ولا هتقدره ازاي وانت ما تعرفش عنه إلا القليل؟ وكلما عرفت شيئا أبهرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم فيها كل شيء. احنا لو جوانب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حب الصحابة متعددة، أنا أذكر أشياء عامة. أخوانا الكفار شهدوا بذلك، كما في صحيح البخاري من حديث عروة ابن مسعود الثقفي. ده كان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مفاوضه، سفير قريش، سفير الكفار، سفير المشركين، جاي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معاه في شأن الصلح. المهم رجع إلى قومه إلى قريش، فبقول لهم إيه بقى؟ اسمع بقى، أنا جاي لكم، أنا السفير بتاعكم جاي لكم لسه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، أنا جايبها كعب داير، أنا سفيركم إلى بلدان الدنيا. وفدت على ملك الروم وملك فارس وملك الحبشة
فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. يا عم الحاشية والبطانة اللي بتشوفها دول اللي هم بيعملوا ايه اللي لا يخطر لك على البال مع ملوك فارس والروم والحبش، قال لك ده ولا بيعملوا حاجة إذا اللي أنا شفته من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شفت ايه يا عروة؟ حدثنا، ادينا كده بعض لقطات من مشهد اللقاء. قال والله ما تنخم نخامة وهو بيتوضا إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها جلده ووجهه. شوف الحب طبعا. مين انت بتتقزز من مسألة النخام طبعا، وده بيبقى أحد مطاعن الملاحدة والمستشرقين على حديث يقول لك شوف يا عم خلي بالك ما فيش دين في جمال ولا نظافة ولا طهر ولا نقاء زي دين الإسلام. حتى القراءة علمنا كيف نستنجي صلى الله عليه وسلم، لكن هم دول ما يعرفوش يعني ايه حب. انت شوف الأم أما تحمل ولدها تلحس ماذا؟ تلحس ما يسيل منه. دي أمه. خلي بالك بقى انت، احنا بنتكلم عن واحد حبه أشد من حب الأم، أشد من حب الأب. كله جمال. كان يعرف ريحه إذا أقبل، العرق بتاعه أطيب من المسك، أطيب من الطيب. دي شخصية مختلفة لا تقس عليها، فضلا ان بقول لك اللي بيصلوا إلى أعلى درجات الحب يحصل منهم ذلك. الرجل إذا حب يرتشف ريق امرأته، وهذا خلي بالك فعل على إيه؟ على الجلد. ومن محب صادق شو لك حبيبك يبلع لك الزلط نقول أشد. لا ده حب في أسمى درجات المحبة. أنا أود الناس اللي قاعدة تهمس في أذن بعض يعني حافظ على جمعتك بارك الله فيك وتأدب بآداب الجمعة. احنا لسه بنتكلم قال الله وقال الرسول والأدب مع الله والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء المتساقط من أعضاء الوضوء ما فيش قطرة تنزل على الأرض. قال وإذا تكلموا عنده، أما يجوا يتكلموا جنب النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم، وإذا نظروا إليه لم يحدوا النظر إليه. ما يبصش كده، يبص بإيه؟ بنوع من الخجل والحياء، مش يبربش كده ويبرق عينيه. قال وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، يسرعوا. احنا عاوزين نعرف يا مولانا ده بقى سنة ولا واجب؟ ودول أهل لغة أصلا. هو أي أمر بيجي من النبي على طول. خلي بالك الناس يقول لك ايه انت بتسأل ليه سنة ولا واجب؟ عشان أعرف يعني تقولش يعني مثلا الراجل أصولي بيفرق في مسألة هيبني عليها حكم. لا ده بيسأل عشان لو سنة هنسيبها. الحمد لله يبقى احنا كده تمام. هي سنة عشان نسيبها يا مولانا؟ اصل احنا بلاش السنن دي. امال انت عاوز سنة مين يعني؟ سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى؟ احرص على كل شيء يأتيك منه، هو سبب كل خير، سبب كل خير أنت فيه، سبب نجاتك، سبب رحمة الله لك، سبب هدايتك، سبب إيمانك، سبب دخول الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين محمد بن عبد الله الصادق المصدوق المصدق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، أختم بثلاثة مشاهد. المشهد الأول من صحابي من ألصق الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل رجل طلعت عليه الشمس بعد النبيين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في صحيح البخاري لما أوذي الصحابة من المشركين وأذن الله لهم في الهجرة وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا دار الشرك مكة،
ويهاجروا إلى المدينة. بدأ الصحابة أرسالا وأفرادا يتجهون إلى المدينة، فأحد هؤلاء أبو بكر استعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، أنت صاحبي، لعل الله يجعل لك صاحبة. وسجل القرآن ذلك إذ يقول لصاحبه، ذكر بالصحب، شرف، أي شرف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، صدقه إذ كذبه الناس، كان سندا له بعد الله إذ خذله الناس، واساه بماله، زوجه ابنته عائشة رضي الله عنها، البكر الوحيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما جاءت ساعة الصفر والإذن في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر يخبره، فقال: الصحبة الصحبة. قال: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. فبكى. تقول أم المؤمنين عائشة: فما كنت أعرف قبل ذلك أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا يومئذ. الساعة دي بس أول مرة أشوف حد بيبكي من شدة الفرح، لما شفت أبي يبكي من شدة فرحي بهذا الشرف، شرف الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رحلة مخاطر ومعرضون فيها للقتل، ورصدت المكافآت للقبض عليهم والامساك بهم. في بعض الروايات لما أسلم والد أبي بكر رضي الله عنه أبو قحافة، وكان رجلا طاعنا في السن، لحيته كالثغامة كالسحاب الأبيض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسلم، بيجي يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعه على الإسلام، يقول له: بايعتك على الإسلام، ويمد يده ويصافحه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه راح أتى بوالده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى جميل خلقه وإلى رفيع أدبه. قال: لو أقررت الشيخ وأتيناه. يعني أبو بكر تعبت والدك ليه؟ أنت كنت تجعله قارا مستقرا في مكانه، وإحنا كنا نجيله لسنه، يعني الكبر السن. المهم وهو بيلتقي بقى بيصافح النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ ده أبوك دخل في الإسلام وبيصافحني يبايعني على الإسلام. شوف شدة الحب أبوه لكل واحد، بقى أبوه ده حاجة يعني، لو الفطرة سليمة والأب بار والابن بار والدنيا مستقيمة والأمور تمام. قال: والله يا رسول الله أنا ذكرت عمك، أنت كنت حريصا على هداية عمك أبي طالب اللي كان بيحوطك ويذود عنك، صد عنك أذى المشركين، ومات على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت، أنت عملت اللي عليك بس هو مات على الكفر. أنت في إيدك هداية الإرشاد والبيان والدلالة، لكن هداية التوفيق دي بتاعت ربنا مش لنا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أنت تبلغ بس. هم بقى استجابوا، قلوبهم اتحركت، قلوبهم زي الصخر، التزموا ما التزموش، دي مش بتاعت حد، حتى سيد الدعاء. هداية التوفيق دي بيد الله، لكن النبي كان حريصا. شوف الله يقول له إنك لا تهدي من أحببت. كان يحب هداية عمه، كان يحب إسلام عمه، وقعد عند الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. في المشهد ده أبو بكر تذكر عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله يا رسول الله أبكي لأنني ذكرت عمك، وذكرت حبك لهدايته، وإني كنت أود أن تكون هذه اليد يد عمك أبي طالب، اليد اللي بتصفحك ده على السلام. شوف يا إيد أبويا، لا كنت أتمنى والله إيد عمك، لأن حبك مقدم على حبي. ده الحب الصادق. يقول له: أنت شربت خلاص أنا ارتويت. هو ده الحب، ده الحب الصادق. أنت لو بتحبه تترك سنته، تترك على الأقل قراءة صفحة صفحتين، حديثا حديثين يوميا في سيرته وفي سنته. أنا عاوزك تخرج من الخطبة بدي، ده يبقى مشروع تمشي فيه أنت وأهلك وبيتك، صاحبك، حبيبك، أخيك. تقول للشيخ في المسجد أنت تقرأ، تنزل على المحمول وأنت في المواصلات: هات كتاب رياض الصالحين واقرأه، هات كتاب حصن المسلم واحفظه، هات كتاب السيرة روضة الأنوار، كتاب مختصر في السيرة، مختصر الرحيق لصاحب الرحيق في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. اقرأ الشفاء، اقرأ
الشمائل المحمدية، تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني مشهد يؤرق مضاجع المشتاقين. النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر كان يخطب على جذع نخلة، فلما ابتني له المنبر ترك الجذع. في أول يوم بقى أول خطبة يفارق فيها الجذع، طلع على مكان جديد المنبر، فسمع للجذع يقول جابر صياح كصياح الصبي. انت عارف الصبي اما يجوع يقعد يعمل زي صيح، يبكي بصوت عالي. سمعوا للجذع صياح كده زي بكاء الطفل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، فقال حتى سمع له أنين كأنين الصبي. الفرق بقى ايه؟ انت عارف أنين لما تضم الولد اللي بيبكي او امه ترضعه يعمل كده، اهو الجذع بقى يعمل كده من ضمة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجذع يحن الى رسول الله، يشتاق اليه. طب بالله عليك لو انت عارف ان الخطبة دي عن النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم، هتبقى جايب الشوق ده، هتبقى مشتاق تسمع الشيخ هيقول لنا ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيكلمنا عنه. طب انت قاعد دلوقتي حصل لك شوق، انت قاعد دلوقتي شغف، انت فعلا في قرارة نفسك الان هتطلع تشتري الكتب دي، هتطلع تنزلها من على النت، هتنزلها على المحمول وتقراها. انت فعلا بقيت حريص الان، انت تغير قلبك تجاهه، انت مشغول به الان. الحسن البصري كان اذا حدث الناس بحديث الجذع قال يا معشر الناس الجذع يحن الى رسول الله، الخشبة تشتاق اليه، فانتم والله اولى بهذا الشوق والحنين الى رسول الله من الجمال. اختم بهذا المشهد. الامام احمد تعاقب عليه 3 من الخلفاء، احد فقهاء الاسلام الاربعة، بل الامام احمد نال لقب امام اهل السنة والجماعة بسبب صبره وصموده في فتنة خلق القرآن. كان في جماعة اسمهم المعتزلة عندهم اعتقاد سيء في مسألة القرآن، أثروا على الخلفاء دول أصلا من آل البيت، المأمون المعتصم الواثق، تعاقب ال3 على ضربه وتعذيبه وسجنه، سبحان الله، وكانوا من آل البيت. المهم الواثق اللي هو الثالث آخر واحد في اللي عذبوه من خلفاء هذه الدولة، خلي بالك بقول لك هم كل دول من ايه؟ من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من آل البيت. ونحن نحب الصحابة ونحب آل البيت، حبهم إيمان وبغضهم نفاق. لسنا كالنواصب الذين ينصبون العداء لآل البيت، ولسنا كالروافض الشيعة الذين يرفضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم. نحن نحب آل البيت ونحب الصحابة وبينهم أصهار. المهم الإمام الخليفة الواثق آخر ال3 أمر بالمناظرة أمامه في مجلسه، قال لهم هاتوا رؤوس المعتزلة، رؤوس الفرقة الضالة دي، والإمام أحمد. طبعا المعتزلة اللي هم كانوا أغروا بالخلفاء ومأثروا عليهم، غيروا تفكيرهم ومعتقدهم، فهاتوا الإمام أحمد اللي صمد على موقفه. يلا المناظرة تبدأ والخليفة يشاهد. فخصمهم الإمام أحمد وأبطل كيدهم ورد حججهم، انتصر عليهم في المناظرة دي. أما الواثق شايفهم ضعفاء خلاص لا حجة لهم. فالمهم لما انتهت المناظرة الإمام أحمد جاء في أغلاله، في القيد، في السلاسل، فأمر الخليفة أمر السجان أن يفك قيده، قال له فك الكلبشات من إيديه يلا. ففك القيد، وبينما هو يأخذه نازعه فيه الإمام أحمد. الإمام أحمد مسكوا منه وقعدوا يشدوا صوت بعض الاثنين. فقال له الخليفة اتركه له، قال للسجان دعه لأحمد. قال ما يحملك على هذا يا إمام؟ انت ليه قاعد مصر تاخد القيد؟ قال أريد أن آخذه معي حتى أحاج به بين يدي ربي وأقول يا رب سل هذا لما قيدني بهذا القيد وروعني وروع أهلي وأبنائي. وبكى الخليفة وضج المجلس بالبكاء. الخليفة خاف بقى، الراجل ولي، الإمام أحمد ده من أولياء الله ومن علماء الأمة ومن صالحيها. فقال له إيه؟ قال له يا إمام بالله عليك اجعلني في حل وسعة، احنا ظلمناك وعذبناك وبهدلناك ظلما وزورا ونتائب إلى الله، بالله عليك سامحني. قال له إيه الإمام أحمد؟ قال والله لقد جعلتك في حل من أول يوم
شوفوا انت بتعذبوا فيها من امتى؟ ليه؟ إذ كنت رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك واحد من آل البيت، فأنا سامحتك وعفوت عنه، مع أنه ظلمه وقيده وجلده وسجنه وعذبه. شوف انظر ماذا يصنع الحب. معاوية بن أبي سفيان لما قالوا له في واحد يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، ربيعة، كابس بن ربيعة، نزل من مجلس كرسي الخلافة طلع يجري إليه ويقبله بين عينيه. بيقولوا له ليه كل ده يعني؟ نزل تجري الراجل ده ماله؟ بتعمل له اشمعنى ده يعني؟ وجاي له من هناك من العراق. قال لأنه يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبه حبيبنا، فنكرم من يشبه حبيبنا. فكيف بمن أحب حبيبنا وتمسك بهديه واستنى بسنته؟ عباد الله، وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفقنا لاتباع هديه والتمسك بسنته، وتوفنا عليها وعلى الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم اجدد وطأتك عليهم يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود الصهاينة. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظها من أفكار التكفير وأفعال التفجير. اللهم احفظها يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين لأهل مصر. اللهم رد كيدهم في نحرهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا وصلوا وسلموا على النبي وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة.